السلام عليكم. ده شيش طاووق ولا كفتة؟ طب كفتة ولا شيش طاووق؟ احنا عملنا شيش طاووق الكفتة. عملناه ازاي؟ يلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وما تنسيش تفعيل الجرس علشان يوصلك اشعار منا بكل جديد. اول حاجة معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ويفضل انها تكون مفرومة ناعم. عليها بصلة متوسطة مبشورة بالمية بتاعتها، ما تعصرهاش. بعد من كده معانا بيضة متوسطة، معلقتين كبار من البقسماط. بتبل الكفتة بتاعتي بملح وفلفل وبهارات الكفتة ومعلقة صغيرة من البابريكا. بعجن الكفتة بتاعتي كويس جدا، وممكن تستخدمي في الخطوة دي الكبة، مفيش مشكلة. اما لو مش متوفر بتعجنيها على ايدك، مفيش مشكلة خالص. بعجن الكفتة بتاعتي لحد ما اطلع الانسجة بتاعتها، واحس ان هي خلاص اتعجنت كويس جدا. بعرف ازاي ان الكفته بتاعتي اتعجنت كويس جدا ومش محتاجه اي حاجه تاني. بمسك الكفته، حته من الكفته، وابتدي ان انا افردها بالشكل ده. لو لقيت ان الكفته بتاعتي طلعت الخيوط بتاعتها والانسجه بتاعتها، هي كده تمام. الكفته بتاعتي متماسكه مش سايبه خالص. لو انا لقيت الكفته بتاعتي سايبه او مش متماسكه بالشكل دوت، بضيف كمان معلقه بقسماط. بعد من كده بسيب الكفتة بتاعتي في التلاجة تتشمع نص ساعة. في الوقت دوت انا بجهز الخضار. عندي فلفل الوان وفلفل اخضر، المتوفر عندك استخدميه. بقطعه مكعبات متوسطة زي ما احنا شايفين. بقطع الفلفل اللي عندي مكعبات، ويراعي ان المكعبات كلها تكون قد بعضها. بعد من كده عندي حباية متوسطة من البطاطس، بقطعها برضو مكعبات متوسطة. حبيتين من الطماطم المتوسطة، بقطع الطماطم لمكعبات متوسطة بنفس الحجم بتاع البطاطس. بعد من كده بنزل بالخضار بتاعي كله في البولة، وابتدي ان انا اتبل الخضار بتاعي. عندي برضو بصل قوارمة بيبقى حلو جدا معانا. بتبل الخضار بتاعي بالملح والفلفل والمرقة الفورية. بقلب الخضار بتاعي كويس جدا واسيبه في التتبيلة لمدة ربع ساعة او نص ساعة بالكتير. بعد من كده بجيب معلقتين من الزيت، وابتدي ان انا اكور الكفتة بتاعتي بالحجم دوت. واراعي ان الكفتة بتاعتي لسه هتكش بعد السوا، فلازما الكفتة بتاعتي حجمها يكون الى حد ما متوسط. بعد من كده بجيب اسياخ الشيش طاووق بتاعتي، وابتدي ان انا اسيخها. اول حاجة بنزل او بحط البصل القوارمة. بعد من كده قطعة من الفلفل احمر واخضر واصفر. بعد من كده واحدة من الكفتة. وبعد من كده واحدة من البطاطس والطماطم، وابتدي ان انا اكرر العملية بنفس الشكل وبنفس الترتيب. هنا الخضار بتاعي بيشرب من طعم الكفتة، وبيبقى طعمه حلو جدا. وده شكل سيخ الشيش طاووق بتاعنا بعد ما خلص. بكمل بقية الاسياخ بنفس الطريقة وبنفس الشكل. بعد من كده برصهم في الصينية بتاعتي. انا جبت صينية وفرشتها ورق الومنيوم وعليها ورقة من الزبدة، وببتدي ان انا ارص الشيش بتاعي في الصينية. لو في اي خضار فضل معاكي بتحطيه في الارضية بتاعت الصينية. بعد من كده هنجيب كوباية من المية، وعليها معلقتين كبار من الصلصة او معجون الطماطم، وبنزل عليهم بنص معلقة من الملح والفلفل الاسمر والبابريكا، وربع معلقة صغيرة من السكر. بقلب كويس جدا لحد معجون الطماطم بتاعي او الصلصة يدوب في المية، وابتدي ان انا انزل بيه على الكفتة والخضار بتاعي. وهو ده الصوص اللي هيسوي معايا الكفتة والخضار. بحاول ان انا اشرب الخضار بتاعي والكفتة كويس جدا من الصوص دوت. بعد من كده بجيب ورقة زبدة واغطي بيها الخضار بتاعي واكمرها بورقة من ورق الفويل. بعد من كده بدخل الكفتة بتاعتي على درجة حرارة 200 رف أوسط لمدة تلت ساعة. في الوقت دوت هنعمل مع بعض سلطة الطحينة. هنجيب 3 معالق كبار من الطحينة، وعليهم ربع كوباية من المية السخنة أو المغلية، عصرة نص ليمونة، وفصين من الثوم المفروم. بقلب الطحينة بتاعتي كويس جدا مع المية والثوم وعصير الليمون لحد ما اوصل للسمك دوت او للقوام دوت. بعد من كده بتبل الطحينة بتاعتي بملح وكمون فقط لا غير، وابتدي ان انا اقلبهم بالشكل ده. وبكده يبقى صوص الطحينة بتاعتي او سلطة الطحينة جاهزة معانا. بعد مرور تلت ساعة في الفرن
بطلع الكفتة بتاعتي وابتدي ان انا اشربها من الصوص اللي طالع منها زي ما احنا شايفين بالظبط ده. بعد ما بشرب الكفتة بتاعتي والخضار كويس جدا من الصوص اللي طلع منها، بدخلها الفرن على درجة حرارة 200 تحت الشواية، يدوب تاخد لون فقط لا غير. بعد من كده بجيب الخبز بتاعي او العيش بتاعي سواء كان بلدي او ابيض، وابتدي ان انا اشربه من الصوص اللي طلع، وارص عليه البصل مع الخضرة، وابتدي ان انا انزل او ارص عليه شيش الكفتة بتاعي. بعد من كده بجيب فحمة وبحطها على الكفتة واغطيها لمدة 5 دقايق. والحركة دي اختيار، لكن هي بتفرق جدا لانها بتديكي طعم الكفتة المشوية. بعد من كده بزين الكفتة بتاعتي ببصل وخضرة، وكلي احلى سندوتش كفتة بصوص الطحينة. ايه رأيكم في الجمال؟ طيب نشوف كده الخضار بتاعنا استوى. شايفين البطاطس دايبه معانا دوب. طب ناخد كده واحده كفته من جوه ونشوفها. شايفين الكفته معانا؟ اتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تنال رضاكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. في رعايه الله. سلام عليكم. باي باي.